مرحبا، كيفكم؟ يوم واحد بيفصلنا عن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب البرلمان السوري اللي كلياتنا كنا بانتظاره حقيقة من اليوم الأول للتحرير لتاريخ اليوم. الشيء اللي نحن مؤمنين فيه أنه هذا التحرير لا يمكن أن يكتمل من دون البدء بعملية البناء، وهذا البناء بحاجة حقيقة لسن قوانين لتسيير أعمال حياة الناس على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبدء بالحياة السياسية. طبعا أكيد يعني تشكيل كان مجلس الشعب ما كان مثالي مثل كل أحلامنا، ولكن يعني الجود بالموجود على أمل أنه المجلس الجاي يكون منتخب بشكل كامل من دون ما يصير في تعيينات، ولكن الحمد لله اللي وصلنا لهي المرحلة. هلأ ضرورة هذا الموضوع سبحان الله رب ضارة نافعة. اليوم انتشر فيديو لسائق تاكسي في دمشق، طالع معه صبية قاعد عم تساير معه، قاعد عم يحكي طبعا عم يمجد بمرحلة الأسد، وقاعد عم بيستذكر أيام الأسد وعم بيعفيه من كل الجرائم اللي ارتكبها على مستوى أيام الثورة وما قبل الثورة، ونفك طبعا كل الأحداث تاعت اللي صارت في الثورة وفي صدنايا وكلها اعتبرها من السرديات الكاذبة ونوع من الترويج. وهذا حقيقة يعني جزء من لأنه ما في قانون بيجرم اللي ما زال لهلا بيحكي بتمجيد الأسد. لذلك واحدة من أهم الأشياء اللي بعتقد يعني بس يخلص البروتوكول إعلان تشكيل المجلس وإدلاء القسم والقيام العالم باجتماع، أول قانون بعتقد لازم يقوموا فيه أعضاء مجلس الشعب مشكورين. بعتقد أهم شيء هو إصدار قانون يجرم كل مين ما زال بمجد بمرحلة الأسد. وهذا الشيء سبحان الله يعني اليوم صدر قبل ب 24 ساعة، طلع وانتشر قبل ب 24 ساعة من انعقاد هذا المجلس ليذكر المجلس الشعب أنه هيدول ما كانوا موجودين تحت قبة هذا البرلمان، وهذا التحرير كله ما كان صار لولا أنه في تضحيات تقدمت وفي ناس ضحت كثير بهذا الموضوع. لذلك أول شيء لازم يقدموه كرد دين لكل الناس اللي استشهدت واللي اختفت واللي اعتقلت واللي غرقت واللي سافرت وهجرت واللي فقدت أرزاقها وفقدت أملاكها وفقدت أولادها. أول شيء لازم يجرموا الناس ويطالعوا قانون لتجريم كل مين يمجد بهذيك المرحلة وبيستذكرها ما زال يعني بحن لإلها وبيذكرها بعاطفة. فسبحان الله اليوم هذا الفيديو اللي انتشر هو رسالة ليأخذوها معهم كل واحد من ال 210 عضو رايحين بكرة لجلسة البرلمان، يحطوها بجيبتهم ليحطوها أمامهم على الطاولة لتكون أول مادة للنقاش وأول قانون بإذن الله لازم يطلع قانون تجريم كل من يمجد مرحلة الأسد. يعطيكم ألف عافية ونهاركم سعيد.